في لحظات صغيرة بتفرق بين الحياة والموت، بين الخوف والأمان. مواقف بطولية مش من أبطال خارقين، لا دي من ناس عادية، لكن تصرفهم في لحظة واحدة غير مصير كامل. من إنقاذ صيادين بيغرقوا لإنعاش قطة بالكهرباء، لمذيع بيسيب البث عشان ينقذ ست من الغرق. كلها مواقف حقيقية هتخليك تصدق إن الخير لسه موجود. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أنا حمادة حمدي من قناة ايموشن. ادعمني باشتراك وادعمني بلايك. مركب صغيرة خبطت في حوت واتقلبت، واتنين صيادين لقوا نفسهم بيغرقوا. النداء اللي أطلقوه عبر اللاسلكي وصل، وبسرعة الراجل ما ترددش لحظة ووجه مركبه عشان ينقذهم. العلاج بمساعدة الخيول مش بس بيبني علاقة عاطفية، ده كمان بيريح الروح ويهديها. مفيش أجمل من اللحظة اللي تسمع فيها صوت حد بتحبه لأول مرة. بعد شهور نداء أمها ما كانش مجرد صوت، كان عالم كامل بيتفتح قدامها. رجالة الشرطة قدروا ينقذوا واحدة أغمى عليها وهي على السلم الكهربائي. الطريقة اللي اندفعوا بيها خلتني حاسس بأمان تام. لحظة جميلة، حتى الحيوانات ساعات بتدخل تساعد أصحابها. الراجل ده كان محظوظ علشان سواق الحفار ده كان جنبه في الوقت المناسب. رغم مشاغله الكتير، الراجل ده لقى محفظة ضايعة ومرتاحش غير لما رجعها لصاحبها، عشان ضاعت محفظته قبل كده وما رجعتش. فقرر يعمل اللي محدش عمله معاه، تصرف بسيط لكنه بينشر طاقة إيجابية وبيعلم غيره. I almost cried. I know that sounds silly, but it was nice. قطة اتصعقت بالكهرباء وفقدت وعيها، لكن إسعاف سريع من مساعد دكتور بيطري أنقذ حياتها. أثناء تقرير مباشر عن الفيضان، مذيع من قناة فوكس لمح ست مزنوقة في عربيتها وقطع البث فورا عشان يلحقها. الشجاعة الحقيقية بتبان في اللحظة اللي محدش متوقعها. الكلب كان بيغرق في البحر وتعب من الانجراف لحد ما حد شافه وانقذه. إرسال قوي خبط بنت صغيرة من جميع الكور بالغلط، لكن ديل بوترو العملاق الطيب ورى الناس ليه هو من أكتر اللاعبين المحبوبين في التنس.
المعجبة الكبيرة بيجي كوفام أخدت تحية خاصة في عيد ميلادها ال100 من فريق البافالوز. الأغنية اتغنت في نص احتفالهم بالنصر، واللحظة دي دوبت قلوب الملايين. جاستن بيبر عمل خير مرتين في كام دقيقة، سلم على معجبين صغيرين وتصور معاهم سيلفي. وبعدها ادى فلوس لراجل مشرد. ذا روك لمس قلوب الناس لما استقبل 3 أطفال من جمعيات خيرية. Wait, you must be Cameron, right? في موقع التصوير بنفسه. We are lucky enough to play heroes, me and Jason Statham, but they're really like superheroes because they're super strong. وكمان ادالهم هدايا بنفسه. Because I got these made for you. I'll be right back for you. I think I have one more thing. Hold on, let me get something for you. Woo! Gratitude. That's how you take care of the people. It's important to show up and show face. What service out here in your life? You don't know. You don't know. So don't judge a person. Oh, are you okay? ديليفري من فيديكس كان بيوصل طرود، وفجأة اتعرض لأزمة صحية. Oh, are you okay? الجيران حسوا إنها أزمة قلبية، فاتصلوا بالإسعاف فوراً، وابتدوا يعملوا له إنعاش قلبي بتوجيهات على التلفزيون. وبعد ما وصل المستشفى فاق وتعافى، وبعت شكر عميق للاتنين اللي أنقذوا حياته. My girlfriend calls them my angels in disguise. محدش عارف الكلب ده طلع ازاي فوق الكوبري السريع، لكن فريق الإنقاذ بخطة محسوبة ورقة نزلوه بأمان. الأسد ده كان عايش في ظروف مأساوية بسبب الحرب. أول ما قصته اتعرفت، مركز إنقاذ أخده وابتدوا يعتنوا بيه. لحد ما قدر يوصل للتعافي. That's not me, though. Oh my God, that's my daughter. Yeah, I was at the parking center, and I was like, oh my God. Yeah, that's great. Take care of you. يومهم كان مليان فرحة بسبب تصرف بسيط، لكنه مليان حب. Trata de levantarlo poco a poquito, así. Ya está, chicos. Oh my God. سواق عدى حاجز السكة الحديد من غير ما ياخد باله انه قريب جدا من القضبان، لكن في لحظة شبه معجزة ظهرت الايد اللي بتسنده وتحميه في اللحظة الأخيرة. Oh my God! Oh my God! Hey, I see the kid. السيناتور ده أثبت إن الخدمة العامة مش كلامه بس، لما أنقذ سواق محبوس جوه عربية مقلوبة. دي صداقة تتعلم منها. ورسالة جميلة إن الحب فعل قبل ما يكون كلام. To take for granted almost was really special.
شاب أنقذ راجل أعمى من القطر اللي كان جاي عليه، حركة بسيطة لكنها غيرت مصير كامل. عند رجالة الإنقاذ كل حياة وليها قيمة. He's going hard. في وسط الزحمة محدش خد باله إن في واحد غريب ماشي ورا بنت صغيرة، لكن ستريمر شاطر لمح الموضوع وبشجاعة وقف الشر وحمى البنت. ساتو-san, 久しぶり。覚えてますか？覚えてない？مش أي حد هيتسلق سور عالي كده عشان قطة، بس الشخص الطيب ده عملها من غير تردد. لو كملت الفيديو لحد هنا يبقى الفيديو عجبك. انزل اكتب لي في التعليقات ايه اكتر جزء عجبك في الفيديو. ما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان ما تنساش اللايك، واوعى تنسى اهم حاجة انك تدعي لاخواتنا في فلسطين. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام.